ازاي تسيطر على تفكيرك وعلى عقلك الباطن بكل سهولة؟ عشان تقدر تسيطر على عقلك الباطن لازم نعرف الأول هو عقلنا الباطن أصلا بيتأثر بإيه؟ بيتكون من إيه؟ عشان تقدر تسيطر عليه. وعقلنا الباطن بيتأثر بحاجتين، أولا بيتأثر بتفكيرك، انت بتدخله ايه في تفكيرك، لان اللي بيدخل في تفكيرك او بتفكر فيه بيتخزن في عقلك الباطن. ثانيا بيتأثر بعينك، انت بتوريله ايه من خلال عينك، لان اللي انت بتشوفه بعينك طول ما انت ماشي بيتخزن في عقلك الباطن. زي مثلا لو شفت حادثة النهاردة وانت ماشي في الشارع، هتتخزن في عقلك الباطن، هيتكون طاقة سلبية، هتلاقي نفسك تاني يوم او في يوم مختلف تماما قاعد بتعيط من غير سبب، وده بسبب الصورة السلبية اللي اتخزنت في عقلك بسبب منظر مؤثر انت شفته. او لما بتشوف فيلم رعب بتحس وقتها ان انت عادي ومش فارق معاك، بس انت ما تعرفش ان عينك بتصور كل الفيلم اللي انت بتشوفه، وعقلك الباطن بيخزن كل الصور دي وبتطلع لك في وقت تاني بتلاقي الفيلم كله بيتعاد في عقلك، وبتلاقي نفسك بتتخيل المناظر المرعبة دي وبتخاف. يبقى كده بعد ما عرفنا عقلنا الباطن بيتأثر بإيه، كده هنقدر نسيطر عليه. يعني نعمل إيه؟ يعني دايما تركز انت بتفكر في إيه، لأن اللي انت بتفكر فيه النهاردة لازم هيتخزن جوه عقلك وتأثيره هيطلع عليك بكرة. يعني لو جه في دماغك أفكار سلبية انساها على طول عشان عقلك الباطن ما يصدقهاش، وفكر في عكسها، فكر في أفكار إيجابية. ولو في أفكار وحشة بتطاردك أو حاجات انت خايف ان هي تحصل، ما تقعدش تعيدها في عقلك كتير، لأن أي حاجة انت بتعيدها كل شوية عقلك الباطن بيحفظها وبيصدقها، وبيصدق انها موجودة بالفعل وانها هتحصل. عشان كده ركز انت بتدخل ايه جوه عقلك. وطالما احنا عرفنا دلوقتي ان تكرار التفكير في الحاجات الوحشة بيخليها تحصل، يبقى احنا ممكن نستخدم الموضوع ده لصالحنا ونعمل تكرار تفكير في الحاجات الحلوة اللي احنا عايزينها تحصل. تاني نقطة، ركز انت بتوري لعينك ايه، ودي الحاجة التانية اللي العقل الباطن بيتأثر بيها. يعني مثلا لو انت وشخص تاني ما بقيتوش مع بعض، ما تروحش توري لعينك الصور بتاعته وتسترجع الذكريات الحلوة معاه، هتلاقي نفسك اتأثرت وكونت جواك حزن وطاقة سلبية ان الشخص ده ما بقاش موجود. فاوعى تفكر في حاجات ضاعت وما بقتش من نصيبك، لكن فكر في حاجات إيجابية انت بتحلم انها تكون موجودة وعايزها تكون من نصيبك، او في حاجات إيجابية هي موجودة بالفعل ومن نصيبك.